بالرغم من انتشار أخبار تتحدث عن نية أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب رفع أسعار القهوة، نفى نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وجود أي زيادة في سعر فنجان القهوة بالمقاهي المغربية. أكد في الوقت ذاته على أن أسعار البن شهدت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى مستويات قياسية. وأوضح الحراق في تصريح إعلامي أن غالبية أرباب المقاهي والمطاعم لم يقدموا على رفع أسعار القهوة، مشيرا إلى أن بعض الحالات النادرة التي شهدت زيادات تبقى محدودة ولا تعكس الوضع العام. وأكد أن المهنيين يدركون تماما صعوبة الظروف الحالية التي لا تسمح بأي زيادات في الأسعار. وأشار الحراق إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البن، حيث سجلت بعض الأنواع زيادة بنسبة 100%. وأضاف أن التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 150% أو حتى 200% إذا استمرت الظروف الحالية على حالها. كما لفت إلى غياب معطيات دقيقة بشأن هذه الزيادات، لكنه أوضح أن تقارير المستوردين والمهنيين تظهر أن هناك أزمة حقيقية في دول إنتاج البن، مرجعا ذلك إلى تأثيرات التغير المناخي والجفاف، مما أدى إلى تراجع الإنتاج في عدد من المناطق. وأضاف أن تكاليف الشحن والتنقل ارتفعت بشكل كبير نتيجة الأوضاع السياسية المتعلقة بالمعابر التجارية. وبين الحراق أن قطاع المقاهي والمطاعم يواجه تحديات متزايدة، لكنه أكد أن المهنيين يحرصون على عدم زيادة الأسعار مراعاة للوضع الصعب الذي يعيشه المواطن، خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية الأخرى. وأشار إلى أن قطاع المقاهي يعد واحدا من أكبر القطاعات المشغلة على المستوى الوطني، ويؤثر بشكل مباشر في قطاعات أخرى مثل الدواجن، اللحوم، الخضروات، والبيض، ما يجعل أي اضطراب فيه يتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. ودعا الحراق الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ خطوات عملية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب أو تقديم تسهيلات ضريبية، بهدف استقرار أسعار البن وتخفيف الأعباء عن المواطنين. واختتم الحراق تصريحه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار القطاع، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: لسنا بحاجة إلى حلول كبيرة، لكن خطوات بسيطة ومدروسة يمكن أن تحدث فرقا ملموسا في مواجهة هذه الأزمة.